السلام عليكم. النهارده هنعمل صينية السردين. لو اول مرة بتشوفوني، اعملوا لايك واشتركوا في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا نسمي بسم الله. معانا كيلو من السردين النيلي الاخضر البلدي الجميل ده، ومعلقة كبيرة توم مدقوقة ناعم، واتنين ليمون معصورين، وزيت وفلفل حراق وفلفل بارد وليمون وبصلتين وثلاث طماطمات وكمون وشطة. هقطع الطماطم كده شرائح. طبعا السردين من الاسماك المفيده جدا للعظام، بينصح بيها دكاتره العظام لاحتوائها على كالسيوم وفوسفور ومعادن وفيتامينات زي فيتامين د وفيتامين بي 12. وطبعا السردين من الاكلات اللي هي بتفتح النفس، خصوصا لما بيتعمل صينيه كده وبيتحط له بقى الخضروات دي كلها، وكل الحاجات دي طبعا بناكلها. فطبعا صينيه السردين دي مفيده جدا للناس اللي عندها هشاشه في العظام. هقطع البصل كده شرائح برضو، واقطع الفلفل. عملت وصفات كتيرة حلوة وحادق، عايزاكم تنزلوا صندوق الوصف تشوفوها وتقولي رأيكم في الكومنتات، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك. هقطع الليمون شرائح. هضيف كده البصل في الصينية من تحت، وهضيف عليه شرائح الطماطم. انا عايزاكم تجربوها على طريقتي، هتعجبكم قوي. وهضيف الفلفل. وهرص السردين بقى، رصوه بالطريقة اللي تعجبكم. بصوا السردين انا جايباه طازة، سردين بلدي جميل طازة بيلمع كده. هغسله كويس قوي واسيبه في مصفى يتصفى، وبعد كده هرصه بالشكل ده. السردين طبعا بيحتوي على اوميجا 3، ليه عناصر غذائية مفيدة جدا، حاجة كده تحفة. يعني كله فوائد، غير كده طعمه جميل قوي. هعمل جنبه حبة رز وسلطة، ممكن اكله بالعيش مع حبة مسقعة مع بابا غنوج. معايا معلقتين توم مفرومين كبار وكمون وشطة، وانا حاطة ملح على التوم. هضيف عليهم معلقتين زيت كبار، واقلب بقى كده مع بعض كويس قوي. الخليط ده هحطه على السردين. هحط كده على السردين كله، هوزع كل الخليط على السردين. هحط كده فلفل على الوش. ممكن تستبدلوا الفلفل الحراق بفلفل بارد. معايا ليمونتين معصورين هحطهم كده على الوش. واحط شرائح الليمون، وهدخلها على فرن متسخن على درجة حرارة 180. اول ما الاقيها كده ابتدت تستوي كده،
هشغلها الشوايه عشان تاخد لون من على الوش. هحط رشه زيت كده على الوش. بصوا شكلها قمر ازاي. بصوا طلعناها بقى، ريحتها واو، حاجه تحفه. بصوا جميله ازاي. حاجه كده تحفه. جنبها بقى حبه عيش بقى، وحبه سلطه خضراء، فلفل بالصلصه. باي باي.